يلا بينا نرص الصينية دي مع بعض ونشوفها اترصت ازاي، لان هي فعلا شكلها مبهج جدا وطعمها احلى واحلى وريحتها تجنن جدا جدا. الصينية دي صينية عزومات، ويا ريت اللي تعجبه الصينية يحط لي اشتراك، يحط لي لايك ويشترك، أو مش لايك يعني، يحط كومنت ظريف كده ويشترك في القناة من فضلكم، اشكركم جدا طبعا. جبنا الصينية وحطينا فيها الرز المندي، الرز المندي الخطير قوي ده، اللي هو بيشرفك قدام اي سفرة. انا عايزة اقولك ان رز المندي ده حطيه مع اي حاجة وانت عندك عزومة هتلاقيه لمم لك السفرة جدا ومشرفك في سفرتك جدا جدا جدا. ريحته رهيبة، طعمه يجنن، لونه مبهج جدا. والناس هتاكل منه كتير على فكرة، لان هو خفيف وحلو فعلا وهيشرفك حقيقي والله. رصينا السمان بتاعنا اللي محشي رز بالخلطة والكبد والقوانص والحاجات دي، ورصينا الكفتة الجميلة، كفتة اللحمة، طبعا ده اللي كان مطلوب يعني. تمام. الصينية دي على فكرة بتكفي عدد كويس وبتغنيكي عن حاجات كتيرة، يعني ممكن في عزومة هي دي مع شوية ملوخية مع شوية سلطة خلاص. بس احنا الناس اكتفت بالخضار المشوي لان هو كان كتير وكان حلو جدا. وفي النص طبعا نيمنا الفرخة الحلوة الجميلة دي المشوية. وبنرص بقى دلوقتي الخضار المشوي زي ما انتم شايفين. على فكرة الرز واخد طعم الفحم، ريحة الفحم، والفراخ واخدة ريحة الفحم، والكفتة واخدة ريحة الفحم. والخضار المشوي بعد ما اتشوى طبعا احنا شوحناه كده في معلقة سمنة مع معلقة زبدة مع معلقتين زيت، وشوحناه تشويحة حلوة كده محترمة. البصل لوحده الأول، وبعدين الفلفل، وبعدين الطماطم. الطماطمية طبعا مقسومة اتنين بالطول كده عشان تبقى شكلها ظريف كمان. وبعد كده تبلناهم بقى، رشينا عليهم شوية ملح، شوية فلفل اسود، مع رشة جوز الطيب، وكمرناهم كده بحتة فحمة. وكل الحاجات واخدة ريحة الفحم. ففي الاخر بقى حطينا عليها اللوز، فالصينية طالعة ريحتها تجنن تجنن تجنن، وشكلها وطعمها و... وألف هنا وشفا يا رب، الكل من أكل وكل من داق. صحتين وألف هنا يا رب. وادي شكل الصينية في النهاية. طبعا الصورة اختلفت لان هم صوروا لنا الصينية وبعتوا لنا التصوير، شاكرين هم جدا. ادي صينية بالالوان الطبيعية بتاعتها، روعة وتحفة وجميلة وريحتها جميلة جدا. كل التفاصيل باينة. ان شاء الله هعمل لكم فيديو للمندي وفيديو للسمان باذن الله. انا عملت لكم قبل كده الفراخ المشوية زي ما قلت لكم. اصرينا بقى ان احنا ناخد الجو البدوي شوية جنب الصينية دي، نعمل طشة الملوخية، وكانت فكرة عظيمة وحلوة جدا. يا سلام، جميلة قوي قوي قوي، تسلم الايادي يا رب. عملنا بقى طشة الملوخية الجميلة دي جنبها الملوخية الخضراء الجميلة اللي متخرطة بالمخرطة، مش في الكبة. والتومة لونها جميل جدا، والريحة مع الصينية مش عايزة اقول لكم كانت عاملة ازاي الحقيقة. صحتين والف هنا لكل من اكل وكل من داق. ويا رب يا رب يا رب دايما مطبخ سوسو بيعمل لكم كل حاجة حلوة وبيقدم لكم كل الوصفات الجميلة. واشكركم والى اللقاء.